بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من كوره حافظ. عزيزي الاهلاوي، انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. اذا انت كنت فرحان بالتاهل فده حقك، ولكن اشوف انه التاهل ده تاهل خادع. النتيجه بتاعه المجموعه خادعه. ليه؟ اذا كنت انت معرضني في اللي انا هقوله قول لي رايك. رقم واحد، الاداء فيه تذبذب رهيب في اداء النادي الاهلي. رقم اتنين، انت النهارده في رقم سلبي يمكن الناس ما خدتش باله منها او ما خدتش بالها من الرقم. هي فكره ان الاهلي النهارده واصل ب 16 تسديده او ب 16 فرصه على المرمى، لم يسجل منها اي فرصه. 16 كوره على الجون، بالعاميه كده 16 كوره على الجون ما سجلتش ولا هدف. رقم سلبي بمعنى ايه؟ انت في ماتش من الماتشات اللي جايه في المراحل الاقصائيه بقى، اللي هي ربع النهائي ونص النهائي والكلام ده كله، هتيجي مش هتجي لك الفرص دي كلها. مستحيل. اذا كنت بقى هتقابل نهضه بركان، هتقابل سان داونز، هتقابل اي فرقه من الفرق اللي هي الكبيره دي، الفرص دي مستحيل تجي لك. مستحيل تجي لك. اذا انت كان عندك عقبه في فكره انك انت مش عارف تسجل الفرصه اللي انت بتعملها، تمام يا سيدي، شوف الحل وحله، او شوف المشكله وشوف لها حل. شوف المشكله وشوف لها حل. النهارده في مشكله واضحه وصريحه في اداء الاهلي. انت مسيطر على المباراه، الجيش الملكي ما عملش غير عليك 3 4 فرص بس بالميتين قوي، ولكن في جرس انذار في اداء الاهلي. الاهلي يفتقد لمهاجم بالمعنى الحرفي مهاجم. يعني ايه مهاجم؟ مهاجم يعني وسام ابو علي. مهاجم يعني عماد متعب. مهاجم يعني الناس دي. مهاجم يعني الكوره بتجيله قدام الجون بيسجلها، بس لا اكتر ولا اقل. اشوف انه يسترب اذا كان مدته هتطول مع الاهلي، فلا بد انه يكون في مصارحه للناس انه الراجل ده، انا وجهه نظري كده، ما ان احنا كنا قاعدين في المؤتمر الصحفي النهارده للمباراه، الراجل ده فنيا ضعيف جدا جدا جدا، ضعيف جدا. لم يثبت اي شيء لاي شيء في النادي الاهلي بالمعنى الحرفي كده، عشان بس نبقى واضحين ونقول الكلمه اللي يعني اللي يملاها عليها ضميرنا.